السلام عليكم. تعالى بس كده اقول لك على حاجه. مبدئيا كده الزمالك كان عنده فرصه النهارده ان هو يتصدر الدوري، بس تقريبا الزمالك ما بيحبش الكلام ده. يعني قال لك يا باشا الاهلي اتعثر وتعادل، وبيراميدز تعادل في اول ماتش ليه. انا يعني هكسب الماتشات كلها واتصدر الدوري. الزمالك ما سماش. خد بس تعالى اقول لك كده على كام حاجه. المصري البورسعيدي النهارده خد الزمالك ورا مصنع الكراسي، او تقدر تقول خده في المعديه بتاع بورسعيد، او ممكن تقول خده في اسكندريه في برج العرب. هو خده. يعني خلينا بس نتكلم على كام حاجه كده مبدئيا كده. ميدو جابر جناح غريب. جناح غريب وعنده وش رجل الله اكبر، بس هو مش عارف يستغل الموضوع للاسف. النهارده الزمالك كان هيطلع بفضيحه. الزمالك النهارده كان هيطلع بفضيحه على الاقل 3 4، لولا ان المصري مش قادر يترجم هجماته. المصري كان شرس جدا جدا جدا، وقادر ان هو يخلص على الزمالك. مبدئيا كده هو ايه اللي حصل؟ يعني ليه لما عندك زيزو وعندك مشلاك تبدا بشيكابالا؟ أنا مش فاهم اصلا الحوار ده. وبعدين أنا نزلت مشلاك ده تحس ان فلوسه حرام. الواد عمل حته كرة من فوق جاد. انا مش عارف هو عملها كده ازاي. يعني اولا ضعيفه، كان ممكن المدافع يلحقها لو المدافع بيجري على نفس الخط بتاعها، لو هي رايحه الجون يعني كان المدافع ممكن يلحقها. بيطلعها بره الخشبات خالص يعني. انا الصراحه مش عارف. ومحمود جاد، محمود جاد اللي كان مميز جدا، بس اتربى في كام كوره كده من بعد الكوره بتاعت ناصر ماهر لما جت في العارضه، الموضوع ابتدى معاه يبوظ شويه. لكن محمود جاد اجمالا حارس مرمى كويس، لكن هو اتربى النهارده. ميدو جابر النهارده عمل كام كوره، بص معايا كده اتفرج. بص وش رجله، ادي واحده وادي التانيه. الراجل ده مميز جدا في الموضوع ده، وواضح ان هو بيتدرب عليه، ومحتاج ان يكون عنده مدرب يعرف يدربه على الحاجات دي كويس جدا. هيبقى في حته تانيه خالص. لو جينا للجون تعالى بص اتفرج معايا على الجون. الجون لمسه بوش رجل خارجي رائع من محمود حماده. وش رجل خارجي رائع. صلاح محسن بيعرضها عشان خطأ في التمركز من عمر جابر، اللي اعتمد على بعض هو وعواد. يعني ده كان طالع يمسك الكوره، فده كان اقرب لها، فده هيطلعها. لا خلاص انا همسكها. والاتنين اعتمدوا على بعض عشان تروح للشامي. صباح الفل جول. صباح الفل حرفيا. الزمالك كان بيعمل حاجات غريبه لما نزل زيزو. طب يعني ما هو زيزو جاهز. يعني ما هو زيزو جاهز ليه اصلا يعني؟ ليه حتى لما زيزو جاهز انت دلوقتي طلعت شيكابالا نزلت مشلاك ده تحس ان فلوسه حرام. يعني الواد بروفايل حلو، الواد ده يعمل اعلانات والواد ده تحس ان عنده كوره. عمل كام كوره النهارده مميزه، لكن هو تقريبا فلوس اللي اتدفعت فيه من الزمالك فلوس حرام. دي ملهاش اي مبرر تاني. عموما المصري حرفيا خد الزمالك ورا مصنع الكراسي. هو قال لك يا باشا صباح الفل، انت مش لازمك الثلاثه بونت دول، انا لازمني. يا باشا انا الثلاثه بونت دول انا اولى بيهم. صباح الفل. الغريبه في الموضوع ان حتى والمصري متقدم، المصري هو اللي بيهاجم. انا استغربت يعني. وبعدين انا شفت حته كوره كده لعبد الله السعيد، اللي هي الكوره بتاعت الفاول. في ايه؟ هو فين يا عبد الله؟ هي طبعا قلشت وطلعت بره خالص. سوء توفيق غريب. بس مش دي رجل عبد الله. يعني عبد الله السعيد ما بيلعبهاش كده اصلا. ما علينا. فعلا لعيبه المصري كانت قادره تتحكم في رتم المباراه. جوزيه جوميز ما عرفش يتعامل خالص مع اللقاء. جوزيه جوميز اللي كان عنده مشلاك وعنده زيزو، وبدا بشيكابالا واختار انه يبدا بشيكابالا، وخسر تغيير اضطراري لما خلاص لما شيكابالا اطلع بدل. صباح الفل عليك. يعني الف سلامه شيكابالا، والف سلامه على ناصر، ان شاء الله يكون كويس. ناصر ماهر اللي عمل حته كرة ده والمشلاك، الكرة اللي هو ضيعها دي. ما علينا. ناصر ماهر وعبد الله السعيد اللي من بعد ما طلعوا الزمالك ابتدى يبقى فاضي. يعني فاضي حرفيا. وبعدين لما طلعت ناصر ماهر انت بتنزل زياد كمال، اللي انا شايفه ان هو فنيا ضعيف جدا. وانت دلوقتي بتديله وعمال تشرح له وهتعمل وهتسوي. مفيش يابا الكلام ده. جوزيه جوميز انا استغبيته جدا في الموضوع. بيلعب باتنين راس حربه، الجزيري وناصر منسي. طب ما انت ما عندكش اللي يطلعهم. يعني هو ناصر منسي كان بيحاول يتحرك من اول ماتش، لكن هي الفكره كلها ان انت ما عندكش اللي يديله لعب. هي دي كانت المشكله كلها.
عموما اجمالا يعني مبروك للمصري 3 نقاط غاليه على حساب الابيض الزمالك يعني. خدوا فعلا ورا مصنع الكراسي، ده التفسير المنطقي الوحيد. مبروك للمصري وهارد لك للزمالك. كان عندك فرصه ذهبيه مش هتجيلك تاني، وتاكد من الكلمه دي وهترجع تقولها لي في الاخر. الزمالك الفرصه دي مش هتجيله تاني. مبروك للمصري، تصبحوا على خير.